السويس. خلونا بينضم معنا الاستاذ عمرو غنيمه نائب رئيس تحرير جريده الاهرام. برحب بيك واهلا وسهلا بيك. كل سنه وانت طيب وكل شعب السويس بخير وطيبين. استاذ عمرو اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيك. كل سنه وانت طيب وكل شعب السويس واهالينا في السويس بخير يا رب. وانت طيبه والساده المشاهدين بخير. ان شاء الله السنه الجايه تكون احسن كمان بعد الاحداث الدنيا اللي بتفكرنا بما قامت به السويس على مدى 100 يوم محصار من القوات الاسرائيليه. فاشبه الامس باليوم ما بين حصار غزه وما بين حصار السويس. فالرئيس كلهم يستشعروا ما يكون لاهالي غزه من المعاناه اللي تم في خلال الايام اللي فاتت، خصوصا تعلمي ان اللي جرى في محافظه السويس كان دمار 80% من النهارده. بتدي صوره كانت مختلفه، لكن الحقيقه شعب وجيش قياده سياسيه هي حكيمه في ادارتها لهذه الازمه، وما يبقاش بينا من مؤامرات لتصدير ازمه غزه لحل ازمه فلسطين والاراضي الفلسطينيه. هيهات ان يتم ذلك. هم شافوا على مدى 60 سنه من رؤساء رفضوا ان يكون سيناء الوطن البديل لفلسطين. اكيد. خلينا نتكلم عن الزياره النهارده. مش عارفه انت ما زلت في هذه الزياره ولا خلصت الزياره انتهت؟ لسه مخلصينها من يعني حاجات بسيطه. النهارده كان في 3 وزراء، السيد هشام امنه وزير التنميه المحليه، والدكتوره هاله وزيره التخطيط، والدكتور طارق الجزار وزير الاسكان، واللي هو عبد المجيد صقر. كانوا في جوله النهارده يمكن من اطول الجولات الميدانيه للوزراء في محافظه السويس في الفتره الاخيره. زاروا عده مناطق لان المحافظ رفض ان يكون في مظاهر احتفاليه، انما تكون الوزراء بيفتتحوا مشروعات تهم المواطن السويسي لعدم تاجيلها، لانها بتمس المواطن واحتياجات المواطن السويسي، منها محطات للصرف، محطات للمياه، تطوير مجرى الترعه اللي يمكن من اكثر من 50-60 سنه بيتم معالجته بمسكنات. النهارده بيتم تطويره على اعلى مستوى لمنطقه الهويس ومنطقه الجناين عموما، ومش كمان تطوير المجرى الترعه، ترعه السويس كمان بترفع كفاءه مياه الشرب في السويس بصوره كبيره جدا وصوره صحيه. كمان زاروا منطقه تطوير، بدء تطوير المرحله الثانيه للمدن السكنيه القديمه، تنفذ 17 مدينه، وبدا تنفيذ المرحله الثانيه حوالي 18 مدينه اخرى. تكلفه الاثنين على بعض حوالي 35 مدينه بتخدم حوالي 45,000 اسره. تكلفتهم هتوصل تتجاوز ال 2 مليار جنيه. ال 2 مليار جنيه دول بيحافظ على مدن سكنيه قد وصلت الى حد التهالك، تم انقاذها وتم رفع كفاءتها. كان مطلوب ليها ان انت تعملي مدن سكنيه بديله، كان تكلفتها لن تقل عن 20 مليار جنيه. فده خطوه كانت قويه، بالاضافه الى المشروعات الترفيهيه والخدميه داخل محافظه السويس، خصوصا منطقه الكورنيش. نجح اللواء عبد المجيد صقر الحقيقه والوزراء ورؤساء الشركات اللي كانت بتنفذ المشروعات شكروه على توجهاته وانحيازه للمواطن السويسي لاستجابه وتلبيه لرغباتهم اللي كانت في ادراج النسيان للحكومه، لكن اصبحت دلوقتي حقيقه، وان هو بيسابق الزمن خلال فتره تواجده في السويس 5 سنوات بيغير الشكل الحضاري للمدينه. ودي حقيقه القادم للسويس يستشعر بهذا التطور، وخصوصا مداخل المدينه وتوسعه الشوارع الرئيسيه والنواحي الحضاريه زي الممشى والكورنيش. وكان خد على عاتقه ان ازاي السويس يبقى فيها 120 كيلو من السواحل،
وما عندهاش شاطئ شعبي. فالنهارده اخذ موافقه بالمرحله الثالثه للشاطئ العام في منطقه الكورنيش الجديد بعد نجاح المرحله الاولى والثانيه، وبيأكد ان خلال الفتره اللي جايه خلال الايام القليله القادمه هيتم طرح عده مناطق للمزاد العلني هتدر للمحافظه فلوس ذات عائد كبير جدا لاستغلال الاراضي الفاضيه المطله او الاراضي المتميزه داخل محافظه السويس. كمان عايز اقول لك انه احنا في الايام دي بيتم الاعداد لافتتاحات ضخمه، 3 افتتاحات المجمع ضخمه. الطبي المجمع الطبي عندكم على اعلى مستوى بصراحه. طبعا هو مروا من خلاله النهارده اللي بيتم الاعداد ليه زي ما قال الدكتور اسماعيل الحسناوي مدير هيئه الرعايه الصحيه لدخول السويس في التامين الصحي الشامل 3.2 مليار جنيه لهذا المشروع الضخم، حوالي 450 سرير بالاضافه الى 150 سرير للرعايه الرعاية الطارئة. المجمع ده واحد من أهم المجمعات، مش هيخدم زي ما النهارده الوزراء قالوا للمحافظ أنت اخترت أرض بتبقى محور لطرق تخدم محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء والعاصمة الإدارية نفسها كمان. أكيد أكيد. أشكرك جدا أستاذ عمرو غنيمة نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام، شكرا على انضمامك معنا وتوضيحك لأهم التفاصيل الخاصة بزيارة 3 وزراء لمحافظة السويس. خلونا بينضم معنا